jungle. قبل أن نبدأ دعونا نصلي على محمد وآل محمد. في قلب الغابة الكثيفة، كان هناك طريق صغير يمتد عبر التلال الخضراء والأشجار العتيقة. كان الطريق محفوراً في الأرض ومبنياً بحرفية عالية، وكأنه منحوت بأيدي خبيرة. كان الناس يمرون عبر هذا الطريق في رحلاتهم، سواء كانوا يبحثون عن مغامرة أو مجرد هروب من صخب الحياة اليومية. وكلما مر شخص عبر الطريق، كلما شعر بسحره الساحر وجاذبيته الغامضة. في يوم من الأيام، قرر شاب شجاع أن يستكشف الطريق المنحوت بمفرده. كان يحمل مصباحاً صغيراً لإضاءة الطريق، حيث كانت الأشجار تغطيه بظلالها الكثيفة. بينما كان يسيرون، لاحظ الشاب تمثالاً صغيراً منحوتاً بجوار الطريق. كان التمثال يمثل راهباً قديماً يحمل عصاً في يده ويبدو وكأنه يراقب الطريق. لم يعرف الشاب من كان الفنان الذي قام بنحت التمثال أو لماذا تم وضعه هنا، لكنه شعر بالإلهام والدهشة. استمر الشاب في استكشاف الطريق، ووجد المزيد من التماثيل المنحوتة على طوله. كل تمثال كان يحكي قصة مختلفة ويعكس شخصية فريدة. كانت التماثيل تجذب الشاب وتستدعي خياله وفضوله. ومع مرور الوقت، أصبح الشاب متعلقاً بالطريق وتماثيله. قرر أن يشارك جمال الطريق المنحوت مع الآخرين، فقدراً للفن والإبداع. قام بدعوة الفنانين المحليين لينحتوا تماثيل جديدة على جانبي الطريق، وأصبح الطريق معرضاً فنياً مفتوحاً للجميع. تحول الطريق المنحوت إلى وجهة سياحية رائعة، حيث يتوافد الناس من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بجمال الفن والطبيعة. أصبح الطريق رمزاً للابتكار والتعبير الفني. وهكذا، استمر الطريق المنحوت في العيش كقصة ملهمة عن الإبداع والتحول والتواصل، وتذكير للناس بأن الجمال يمكن أن يكمن في كل مكان، حتى في الأماكن الأكثر غموضاً وبساطة. هذه القصة القصيرة تتحدث عن طريق منحوت في الغابة، يجذب الناس بجماله ويستلهم الفنانين لإضافة تماثيل جديدة. يصبح الطريق المنحوت وجهة سياحية ومعرضاً فنياً مفتوحاً للجميع، ويعكس قصة عن الإبداع والتحول والتواصل. أشكركم جميعاً على مشاهدتكم الفيديو ومتابعتكم للقناة. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالمحتوى واستفدتم منه. إذا كنتم تروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون في متابعة المزيد من المحتوى المثير والمفيد، فننصحكم بالاشتراك في القناة.